لو انت يا صديقي كنت واحد من الناس اللي كانت بتعترض على افلام زاك سنايدر وشايفه ان الافلام دي ما جابتش فلوس وان الافلام دي كانت فاشله ومش ناجحه وكل الكلام الجميل ده، فدي صوره ملهاش اي علاقه بالموضوع كده بتوضح لك ان افلام زاك سنايدر هي كانت احسن افلام داخل عالم دي سي الممتد، وكانت هي الافلام فعلا اللي الافتتاحيات بتاعتها كانت عاليه جدا واكتر افلام جابت فلوس. وان حرفيا من بعد زاك سنايدر الشركه دي ما شافتش اي يوم حلو في اي فيلم عملته، اي حاجه حرفيا عملتها بعد فيلم جاستس ليج 2017. الكارثه اللي اتعملت دي كلها كانت محاولات فاشله ويائس. فده بسم الله الرحمن الرحيم كده بالبدايه عشان نلغي اي حاجه، عشان حرفيا زاك سنايدر تعرض لهجوم كبير جدا من الناس لا يستحقوا. الراجل ده كان عامل افلام اعتقد ان احنا مش هنشوفها لفترة طويلة جدا في عالم السوبر هيرو بالشحان اللي عندنا ده، ومستقبل دي سي بسم الله ما شاء الله كده مشرق ومنور جدا. السلام عليكم وهاي ماي فريندز، معاكم جو ميني شهير بيوسف حنبوطة من قناة بحب السيما، والنهاردة هنتكلم على فيلم ذا فلاش. فيلم ذا فلاش هو أجدد فيلم من أفلام دي سي، واحد من أكتر الأفلام اللي الواحد كان منتظرها السنة دي، وعامة كان الواحد منتظر الفيلم ده بشكل كبير جدا. فيلم اتعمل عليه حوارات كتيرة من خارج الكواليس طبعا زي ما كلنا كنا متابعين. فيلم كان المفروض هينزل 2018، تم تغيير المخرج والقصة ذات نفسها، وبعد كده خلاص بقى في مخرج تاني بقصة تانية، بعد كده حوارات إزرا ميلر، بعد كده حوار الاستحواذ على شركة جديدة. والفيلم ده اتعمل عليه هايب كبير جدا، وجيمس جان وصفه ان هو واحد من افضل افلام الكوميك بوك اللي انا شفتهم في حياتي ان لم يكن افضلهم. حرفيا هو قال كده، وقال برضو ان الفيلم ده هو ريست بوتن، فيلم اللي احنا من بعده هنمسح كل اللي على الترابيزه، هنبدا من جديد، هيسمح لنا ان احنا نعمل اللي احنا عايزينه بشخصيات جديده بعالم جديد كاملا. الفيلم ده هو نهايه الدي سي اي يو وبدايه الدي سي يو تحت قيادة جيمس جان. الفيلم طبعا قبل عرضه بالسينمات لاقى استحسان كبير جدا من النقاد، ناس كتير جدا وصفوه ان هو واحد من اعظم الافلام اللي انا شفتها. وين براذر كان اي حد معدي قدام الشركه كده بيقولوا تعالى تيجي تتفرج على الفيلم كده جدعانه يعني مش عارف ايه. ناس كتير جدا اتفرجت على الفيلم ده، ناس كتير جدا اتكلمت عليه. توم كروز ذات نفسه طلع قال الفيلم ده واحد من احسن الافلام اللي انا اتفرجت عليها. كذا حد بيتفرج على الفيلم يقول لك فيلم خطير، فيلم جامد، فيلم مش عارف ايه، هايب مش طبيعي خلى الواحد يدخل الفيلم ده اللي هو مستني بقى اللي انا اشوف ايه. بص افنجرز اند جيم بارت 2، ولكن خيبة امل كبيرة جدا في الفيلم ده. كده الواحد لو كان دخل الفيلم ده مش مستني منه اي حاجة، ما سمعش الكلام الكتير على الهايب ده، كان ممكن يطلع من الفيلم اللي هو عادي يعني. مش اول مرة دي سي تظلنا في فيلم، ولكن ما كانش هيبقى متضايق زي ما هو متضايق دلوقتي. قصة الفيلم ببساطة وهي معالجة لقصة الفلاش بوينت بارادوكس. فلاش بوينت بارادوكس لو انت بتعرفهاش هي فيلم انيميشن وكوميك، وهو من احسن افلام الانيميشن اللي انا اتفرجت عليها، ومن احسن الكوميك اللي اتعملت في التاريخ حرفيا. وفيلم الانيميشن احسن من الفيلم ده بمراحل كتير. فلو عايز تتفرج على قصة فلاش بوينت حقيقية اتفرج على فيلم الانيميشن، لانك هتتكيف وهترمي الفيلم ده ب100 جزمة. القصة ببساطة ان بيري ألين بيكتشف ان هو يقدر يرجع بالزمن، مش بس ثانية ولا 2 ولا 3، لا يقدر يرجع اكتر من كده بكتير، يقدر يرجع في السنين كمان. ومن هنا بتجيله الفكرة ان هو يقدر يغير الحدث اللي حصل له في حياته وهو صغير، وهو وفاة والدته بشيء ما يعرفوش، واللي اخذ التهمة والده. ففي يوم واحد يفقد والدته ووالده ويعيش طول حياته من غيره، ولحد اللحظة اللي هو فيها مش عارف يثبت براءة والده. ولكن من هنا بتجيله الفكرة انا اقدر ارجع بالزمن اغير حاجة بسيطة جدا، ومنها الاتنين يفضلوا عايشين معايا ما يروحوش مني. ولكن بسبب ان احنا بنعبث في خطوط الزمن بيحصل حاجة غريبة جدا. مرة واحدة بيري ألين بيترمي في عالم مختلف، بيقابل نفسه، ولكن المرة دي هو اصغر في السن، بيشوف والده ووالدته حيين. مرة واحدة هجوم بتاع جنرال زود يجي، مفيش سوبرمان، بيدور على سوبرمان، بيروح يدور على باتمان، يلاقي باتمان اللي موجود مش باتمان اللي هو متعود عليه، باتمان كبير في السن متقاعد ما بيشتغلش بقاله فترة كتيرة، خسر كل حاجة حواليه، والمرة دي مطلوب ان هو يساعدهم عشان يدوروا على سوبرمان اللي موجود في الكوكب ده. ولكن اللي موجود في الكوكب ده مش سوبرمان ولكن هو سوبر جيرل. فبيتحدوا هم كلهم الاتنين بيري ألين سوبر جيرل وباتمان عشان يوقفوا جنرال زود. بس كده هي دي القصه ببساطه. لو هنتكلم عن ايجابيات الفيلم بسرعه، بصراحه اقدر اقول ان القصه نوعا ما ماسكه نفسها، يعني مش هتقدر تطلع منها عيوب، هتقدر تطلع منها عيوب بسيطه لو ركزت ودققت كده واللي مسكت مش عارف ايه وكده تمام هتقدر تطلع منها عيوب. ولكن القصه بصراحه ما كانتش وحشه، ما كانتش سيئه، والتمثيل كان حلو جدا. إزرا ميلر ابدع في شخصيه فلاش بصراحه. الشخصيتين اتنين في مرحله عمريه مختلفه تماما، واحد اكبر شويه في السن وواحد
تينيجر، والاتنين عمل الشخصيات بشكل مش طبيعي، كان حلو جدا، كان احسن حاجه موجوده في الفيلم بصراحه. مايكل كيتون ما اضافش كتير ولكن ما كنتش متضايق منه، اللي هو يعني لو احنا سحبناه من الفيلم ما كانش هيفرق حاجه، ولكن وجوده ما كانش وحش، اللي هو موجود كويس تمام. كذلك الكلام على سوبر جيرل اللي عامله دورها ساشا كال، برضو كانت نفس الفكره، قدمناها بشكل كويس ولكن وجودها ما كانش كبير، يعني ما تمش استخدام الوجود ده بشكل جامد، اللي هو احنا بس حطينا شخصيات عشان تكون موجوده في الفيلم عشان ننمي الفيلم ده شخصيات، بس ابعاد الشخصيات دي انت خدتها ايه؟ لا ما شفتش ابعاد لشخصيات مايكل كيتون، ما شفتش ابعاد لشخصيه ساشا كال، اللي هو حرفيا انت بس اللي هو ايه يعني لمست كده، اللي هو احنا بص كده بس. ولكن بصراحه اكتر شخصيه موجوده في الفيلم اللي انت مريت معاه بمراحل، اللي انت شفت ابعاد للشخصيه دي، كانت شخصيه فلاش، ودي كانت احلى حاجه في الفيلم. غير كده حرفيا كل حاجه في الفيلم كانت وحشه سيئه جدا جدا جدا. وهنا يا صديقي اقدر اقول لك ان انت لو ما اتفرجتش على الفيلم فده تحذير بالحرق، لان انا مش هقدر اتكلم على عيوب الفيلم بصراحه من غير ما اخش في الحرق. فلو ما اتفرجتش على الفيلم يعني انا ممكن اقول لك والله اقعد اتفرج معانا برضو هتستمتع، لان الفيلم صدقني ما فيهوش موضوع كبير ان هو يتحرق، يعني ما الحرق اللي فيه حتى ما اظنش ان هو هيضايقك. ولكن برضو لو انت من الناس اللي بتكره الحرق باي شكل من الاشكال سوري يعني سكيب من هنا بقى خلاص. طيب في البدايه كده انا عايز اعرف حاجه واحده بس، مين اللي قرر ان في جورج كلوني ده ممكن يجي؟ هل دي مثلا نكته؟ حد قال مثلا ما تيجي نعملها كأنها نكته مثلا كده، اللي هو صباح الفل يعني نضحكوا الناس والدنيا حلوه وتمام. جورج كلوني لو انت سالت اي حد عن جورج كلوني باتمان هيقول لك ده اسوأ باتمان اتعمل في التاريخ. حتى لو سالت جورج كلوني ذات نفسه وقال لك انا بندم ان انا عملت الفيلم ده، باتمان بتاعه كان وحش جدا. فايه السبب اللي انت تخليه يرجع في الدور ده؟ هل هو مثلا كان مستني ان الناس ممكن تدي رد فعل مش طبيعي وتنبسط جدا، هوبا بقى جورج كلوني يا لهوي مش عارف ايه، فنقرر ان احنا هو ده خلاص باتمان اللي احنا هنكمل بيه، ولو الناس ما رفضتوش فخلاص هو كاميو والراجل عمل اللي عليه وصباح الفل. اللي هو وجوده مجرد وجوده بس كده ضايقني، اللي هو احنا تعاملنا مع الشخصيه بشكل اهبل. الحاجه التانية بقى السيئه بصراحه في الفيلم واللي محدش يقدر يتغاضى عنها، وهي سي جي اي في الفيلم ده. يعني انا ممكن اجيب لك فيلم اتعمل في الالفينات، في بدايه الالفينات، يطلع سي جي اي انضف من ده بكتير. يا جماعه ده سي جي اي فيديو جيم، مش سي جي اي فيلم ابدا. ده مش فيلم اتصرف عليه اكتر من 300 مليون، مش فيلم قعد فتره يتعدل اكتر من مره عشان يطلع في النهايه ده المنتج النهائي بتاعك. دي مشكله كبيره جدا جدا جدا، يلام عليها اندي موسكاتي ويلام عليها طبعا جيمس جان بتتدخل في الفيلم ده، اللي واضح وضوح الشمس ان جيمس جان موجود في الفيلم ده، اللي هو مد ايده، اللي هو قاعد يلعب في الفيلم ده، واضحه جدا. المشهد البدايه بتاع الفيلم ده بصراحه يوجع العين، اللي هو المشهد ده بتاع البيبيز اللي بيقعوا من البتاعه والمفروض يطلع بيري الين ينقذهم، بيحط واحد في الميكرويف عشان اللي هو انت حاسس ان في حاجه غلط في المشهد ده، بس ما انتش عارف تمسك، اللي هو انت قاعد ما انتش مرتاح وانت بتتفرج، لما انت مرتاح من السي جي اي السيء جدا بتاع المشهد ده، ولا انت مرتاح حتى حاسس ان المشهد ده يعني ينفع يتقدم في التلفزيون حتى. فاللي هو بصراحه انا بتفرج على الفيلم وبشوف كل المشاهد اللي انت ممكن تطلع منها حاجه جامده، معارك جامده جدا ممكن تتعمل، تصميم المعارك سيء 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 سيء، اللي هو انا مش عارف مين اللي كان بيتفرج على معارك عشان يتفرج على فايتات جامده جدا فيعمل لنا فايتات من دي. مفيش ولا فايت تقدر تقول عليه ان ده حلو او ده جامد، كل الشخصيات طالعه تحس ان انت اللي هو ايه بيمثلهم مكسلانين. جنرال زود رجوعه كان حاجه حلوه جدا بصراحه، ان انت تشوف مايكل شانون بدور جنرال زود تاني، دي حاجه جميله، دي حاجه مفرحاني. ولكن الراجل كان راجع اللي هو موجود، اللي هو انت جايب بابليك فيجر بس كده حطه موجود وخلاص، اللي هو عشان ده مثل الشخصيه في 2013 فتعالى بقى نجيبوه. لا مثل، لا قدم الشخصيه. حتى مايكل شانون ذات نفسه قال لك انا في فيلم مان اوف ستيل حسيت ان انا مرتبط اكتر مع الشخصيه، ولكن في الفيلم ده انا حسيت ان انا يعني موجود بأدي دوري وخلاص، مش حاسس باي ابعاد للشخصيه، مش حتى متفهم وجود الشخصيه. حتى شخصيه فيورا يا راجل شخصيه فيورا اللي هي البنت اللي مع جنرال زود موجوده في فيلم مان اوف ستيل، تحس ان طالما رغم انها ما طلعتش كتير يعني او لهاش دور كبير، ولكن موجوده في الفيلم، ليها حضور كده، حاسس ان الشخصيه دي شخصيه من لحم ودم موجوده في فيلم. الشخصيه 2 دي كده بس بتشوفها على البتاع وخلاص، عكس خالص الفيلم اللي هو تحس ان دول حرفيا فيديو جيم حرفيا، شخصيات لا تستطيع ان انت تفصل ان انت بتتفرج على فيلم، بتفصل بقى من اقل حاجه في الفيلم، من اقل مشهد في الفيلم يقدر يفصلك. برضو عشان ما كنش سيء يعني، مشاهد الجري بتاعت فلاش اقدر اقول انها كانت يعني الناس اللي شافت مسلسل ذا فلاش اقدر اقول لك ان هي احلى من مسلسل فلاش، بس مش اكتر من كده. والمشاهد اللي سبيد فورس بصراحه ضايقتني، انا كنت مستني حتى حاجه احسن من كده، ولكن مشاهد السبيد فورس كلها بصراحه وحشه جدا. مشهد زاك سنايدر جاستس ليج بتاع السبيد فورس
احسن من ده بمراحل شديدة. اللي هو يا راجل المشهد ده بالنسبة له مش حاجة، ده بالنسبة له اكن عيل صغير عامل المشهد ده، مش ممكن. وطبعا المشهد اللي انا بقى مش فاهمه اللي هو يعني انتوا فاهمين فكره المالتي فيرس غلط. فكره ان انت تجيب شخصيات تعملها كاميوز في مالتي فيرس، شخصيات تانية تقدم شخصيات موجوده في العالم ده، هم فاهمين الموضوع غلط. هي فكره ان انت تعمل كاميوز هو ان انت الناس كلها تبقى على حته واحده، اللي هو الناس كلها مش فاهمين فيتفاجئوا في الفيلم. مش لازم ان انا بعمل هوم وورك حرفيا عشان لما اشوف ده اللي هو اقول له اصلا يا نهار ازرق بقى، يا ده اصلا نيكولاس كيدج زمان كان المفروض يعمل سوبرمان فهم جابوه دلوقتي يعمل سوبرمان، فدي بقى لا ده انا مبسوط جدا. اللي هو انت بتخاطب ناس مين؟ انت بتحاول تجيب جمهور، ولا انت يعني عايز تعمل حاجه انت تبقى انت بس اللي حاببها؟ ولا المشهد ده اللي يعني الدنيا فيه تحس انها دخلت في بعضها كده، اللي هو انت ما انتش فاهم الدنيا مشيت ازاي من هنا لهنا لهنا. اللي هو مره واحده حتى مشهد المفروض ان انت كنت تتاثر فيه، اللي هو مره واحده يجي لك بقى فلاش المستقبلي اللي هو كان المفروض متسبب في كل ده، وهو اللي حاول ينقذ الموضوع ان النهايه تبقى سعيده وان هو ينقذ كل الناس وان كل الناس يعيشوا مره واحده. المفروض دي تبقى حاجه قويه، مشهد قوي، المفروض دي حاجه جامده. اتعملت معامله بسيطه جدا 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 لدرجه ان انت ممكن تفصل منها ما تحسش بيها مره واحده. فدي حاجه مضايقاني، اللي هو قصة الفيلم فعلا بالقصة دي مش بالقصة الأصلية حتى كان ممكن يطلع منها حاجة أحسن من كده بكتير. ونيجي بقى للنقطة دي، وهي فعلا قصة الفيلم. أنا ما عنديش أي مشكلة إن أنت تعدل في قصة من كوميك مثلا أو من قصة اتعملت قبل كده، فأنت تعدلها وتعملها بالشكل اللي أنت شايفه صح. بالعكس أنا بحب ده جدا، بحب جدا إن المخرج يمسك ويوريني لمسته على الحاجة اللي هو بيعملها، عشان حتى أحس إن الحاجة دي طالعة من شخص، اشوف فيك بصمتك، اشوف فيك الحاجه تطلع تعمل حاجه محترمه جدا الناس كلها تتكلم عليها. ممكن ليه لا تعدي كمان الكوميك الاصلي او الفيلم الاصلي بتاع فلاش بوينت بارادوكس. بالعكس انا كنت فعلا حاجه زي دي كانت محمساني ان انا اتفرج على الفيلم زياده. واحد زي مايكل كيتون انا كان نفسي اشوف ابعاده. انت معاك باتمان اللي هو فقد كل حاجه، الفريد مات قاعد لوحده بقاله فتره طويله، ممكن ما احتكش كمان بالعالم الخارجي، معتزل شخصيه باتمان. انت كان ممكن توريني من الشخصيه دي بالذات حاجات تخليني اتعمق بالشخصيه، عكس اللي انا شفته من مايكل كيتون انا شفت ان هو شخص كسلان بيمثل في الفيلم، اللي هو ما عندوش حتى روح ان هو يمثل. اللي هو مره واحده انتوا موجودين في البيت بتاعي، مره تانية انا مش هساعدكم، بعد كده اشوفكم انتوا بتشتغلوا، طب خلاص انا هساعدكم تدوروا على سوبرمان ده، خلاص ما لقيت سوبرمان، لا خلاص انا مش هساعدكم بقى بعديها، هوب مره واحده هجوم وبتاع وانتوا بتتعاونوا، لا خلاص انا هقدم سوبرمان. ايه ده انا ارتبط مع شخصيه زي دي ازاي؟ يعني انا واحد مش مولود في التسعينات مثلا عشان اقول لك ده اول باتمان اتفرجت عليه فده بالنسبه لي حاجه كبيره وده بالنسبه لي حاجه ضخمه وبتاع، ما ارتبطتش بيه. ففكره ان انت تطلعه لي مره تانية، طب خليني ارتبط فيه، طب خليني حتى ان انا احس ان الشخصيه دي موجوده. في مشهد كان ممكن يستخدم احسن من كده بكتير، لما مسك القلم ولمع عليه مكتوب الفريد بينيورث، المشهد ده كان ممكن يستخدم بشكل كبير وحلو جدا ويطلعك مبسوط من الفيلم، ولكن لم يتم استخدام ده تماما. نفس الفكره بالنسبه لساشا كال، انت ممكن كنت تستخدم ابعاد الشخصيه دي عامه عشان توريني حاجه كبيره منها اطلع مبسوط من الفيلم حرفيا، ولكن انت اتعاملت مع الفيلم ده ان هو فيلم كوميك بوك صرف، اللي هو حرفيا مشاهد اكشن، شويه مشاهد كده جري بتاع مش عارف ايه، حتى دي ما نجحتش فيها، السي جي طلع وحش، فالفيلم فعلا طلع فارغ، فيلم بلا روح. تحس ان الفيلم ده من افلام اللي هي بتاعت مارفل المقاوله كده اللي كانوا بيعملوها، اللي هو فيلم يلا بينا بس عشان نعمل شويه كام مليون كده وخلاص، وحتى دي انت ما انتش ناجح فيها، فيلم يا نهار اسود ده رايح في داهيه على مستوى الانفاقات ونازل بنسبه كبيره جدا، لدرجه ان تقريبا فيلم بلاك ادم هيجيب ايرادات اعلى منه. هل جيمس جان مؤهل ان هو اصلا يمسك عالم دي سي؟ هل انتوا عايزين تعملوا حاجه بتاعتكم، ولا انتوا ماشيين على الفورمولا بتاعت مارفل اللي انتوا برضو مصممين الفورمولا بتاعت مارفل لا هي اللي هتنفع؟ هل انتم شايفين ان فيلم سوبر هيرو لما يبقى بالسخافه دي نعمل الفيلم ده ان كل شويه نكته 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 ونسفه باي حاجه ونحط لك معلش كده شويه كام مشهد كده ايه ممكن يمسكوا في مشاعرك كده يحسسوك بحاجه، اللي هو دي مش افلام، دي مش حاجه. لا مارفل لما نجحت في موضوع زي ده فماشي، دي مارفل وعرفت تعمله بشكل كويس فقشطه تمام خلاص. فيلم فلاش كان هو الفرصه الاخيره ان انا فعلا اقبل القرار ده، ولكن زي ما انا قلت انا مش قابل القرار ده. جيمس جان انا ما عنديش اي ثقه فيه ان هو يقدم لي اي حاجه. فيلم فلاش محبط جدا، فيلم سيء جدا، انا بصراحه زعلت جدا من الفيلم ده. والواحد يحمد ربنا ان في افلام زي دارك نايت وفي افلام زي ثلاثيه زاك سنايدر اللي عملها، في افلام جايه حتى لسه زي ذا باتمان او جوكر اللي جايين، ودول اللي انت تقدر تتوقع ان هي دي الافلام اللي فعلا تستناها وتتوقع منها حاجه كبيره، لان دول الحاجه الوحيده اللي في دي سي مخلياك لسه متمسك بالناس دي.
لكن غير كده اي حاجه هيعملها جيمس جان لا ثقه فيها تماما. اي حاجه هتتقدم مره تانية من دي سي لا ثقه فيها تماما. طبعا ممكن كل الكلام ده يطلع هري، يعني الواحد في فيلم ينزل جيمس جان ويطلع جميل وكل الكلام ده، ولكن صراحه يعني الجواب بيبان من عنوانه. ففكره ان انت اصلا مسكت جيمس جان، واحنا عارفين جيمس جان ودماغه والهبل اللي بيعمله في الافلام بتاعته ده، وفكره ان انت كمان بعد كده فيلم فلاش هو اتدخل فيه وزي ما سمعنا غير في النهايات واضاف نهايات من عنده وعمل حاجات وبتاع مش عارف ايه والكلام ده. واعتقد يعني ان اي حد هيتفرج على فيلم فلاش هلاقي لمسه جيمس جان موجوده. بص اهي لمسه جيمس جان موجوده اهي، بص اهي هتعرفها والله لوحدك وانت بتتفرج. اي حاجه هتعملها دي سي الفتره الجايه انا مش مقتنع بيها ومش مستنيه حتى ولا متحمس. نسبه الحماس لاي حاجه بتعملها دي سي بصراحه خلاص ما بقتش اللي هو انا هتفرج طبعا، انا بحب الحاجات دي، ولكن فكره ان انا اتحمس وان انا استنى حاجه كبيره تيجي من دي سي مره تانية لا خلاص دي ماتت، واظن انها خلاص يعني مش هتيجي مره تانية. بس كده، شكرا لكم على صوتكم لنهايه الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، يعني اتمنى اعرف رايكم في الفلاش لو اتفرجتوا عليه في الكومنتات، وشكرا لكم على صوتكم لنهايه هنا، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي، والسلام عليكم.